هو كاس العالم ده في قطر 2022، بس هو واخد طعم روسيا 2018. كرواتيا غالبا هي غالبا كسرت الزمن، عدت بالزمن الناحيه الثانيه، في حاجه حصلت غلط. لكن كرواتيا بتاعت 2018 تقريبا هي نفس كرواتيا بتاعت 2022. كلام في الكوره مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه، ويلا بينا نبتدي. بص يا سيدي، في بداية المباراة انت مغمض كده، كرواتيا خارجة من ماتش بدني كبير جدا، هتواجه قوة شرسة هجومية كبيرة جدا وصلابة دفاعية ما وردتش على البرازيل قبل كده. فأول توقع هيجي في ذهنك ايه؟ ان لو كرواتيا ادت مباراة كويسة او قدرت تقفل الخطوط فهي مش هتخسر كتير، لكن هي كده كده خسرانة، سواء بالنتيجة 1-0 2-0 ما الى ذلك. فبالتالي نقدر نقول ان انت يعني في الوهله الاولى للمباراه لقيت كرواتيا بتلعب كويس جدا، وعشان تعمل حاجه مميزه قصاد فرقه عندها صلابه دفاعيه وهجوم شرس، لابد ان انت تعمل فجوه ما بين الاتنين وتسيطر على اهم منطقه في الملعب، وهي منطقه نص الملعب. ودي اقوى منطقه عند المنتخب الكرواتي، اللي قدروا من خلالها يكسبوا وقت من الزمن في المباراه باسلوب غير عادي. ورغم الفرص الخطيره اللي جات للبرازيل، على ان برضو المنتخب الكرواتي كان بيباغت، بس وانت بتتفرج على المباراه انت عارف ان الريتم البدني، خصوصا بعد ما الاعمار السنيه بتاعت المنتخب الكرواتي عليت جدا، ويعني عندك كابتن الفريق عنده 37 سنه زي لوكا مودريتش، فانت شايف ان الامور يعني لا، هيسدوا معاهم لحد الدقيقه 60، هيتعبوا في الدقيقه 70، هيخسروا في الدقيقه 80، هيخسروا في الدقيقه 90، هيحطوا جون البرازيل في الوقت الضايع. انت مستني ان يعني في جون هيخلص، يعني في حاجه هتحصل. ولكن اقوى حاجه عند المنتخب الكرواتي وهي اللياقه البدنيه، وبصوره غير عاديه، وعكس كل التوقعات، وعكس كل ما تحمله الاحصائيات وكل ما تحمله العلوم، ان المفروض لما البني ادم عمره يزيد البدني بتاعه يقل. كرواتيا عملت عكس كده تماما، والدليل ان لما البرازيل حطت جون في الدقيقه 6 او 7 تقريبا، على طول كرواتيا راحت لبى الجون اللي فيه التعادل. فعايز اقول لك ان كرواتيا قدرت انها تاخد اللي هي عايزاه من المباراه. هتقول لي كرواتيا عايز تلاعب البرازيل ند، يبقى جايه تهزر وجايه تضحك وتضحك ان كاس العالم عليها. طيب هي بقى جايه عايزه تعمل ايه من المباراه؟ عارفه ان دي ما ينفعش فرقه زي دي افتح قصادها الخطوط، خصوصا ان الفرق الكبيره في كاس العالم السنه دي بتعمل ايه؟ كانت هي الاول في اول كام مباراه كده بيباغتوا، ولكن دي ما كانتش جايبه نتائج كويسه معاهم. ففجاه وبدون اي مقدمات واجتماع كامل لكل الفرق الكبيره اللي عايزه يعني تكون مرشحه للبطوله رقم واحد، بقت بتعمل ايه؟ تسيب الكوره للخصم، واول لما يجي يقرب عندنا يسيب مساحات في ظهره ويستغلوا المساحات اللي في ظهره دي ويكسبوا. فبالتالي كرواتيا كانت مذاكره البرازيل كويس جدا، وقفلت كل المناطق من العمق والاطراف، وكانت ماسكه نص الملعب ماسكه قويه جدا، وقدرت من خلال الماسكه دي هي بقى اللي خلتها تقدر توصل للاكسترا تايم. ولكن كانت المفاجاه ان انا قلت طبيعي جدا بعد ما البرازيل تسجل هدف، طبيعي ان اللعيبه هتقع نفسيا، طبيعي ان اللعيبه هتقع بدنيا، ان هي اصلا قبلها جايه من ماتش صعب جدا. ولكن المنتخب الكرواتي لتاني مره على التوالي في كاس العالم يعمل مشوار صعب جدا. وعايز اقول لك انا على حاجه بصراحه، اصعب عقبه في السكه بتاعه البرازيل والارجنتين وهولندا هي البرازيل. اصعب عقبه، وخصوصا في حاله الفوقان اللي هي كانت فيها دي. وانا كانت مفاجاه بالنسبه لي ان هم اصلا يوصلوا لضربات الجزاء، كانت مفاجاه كبيره بالنسبه لي. ولكن المفاجاه الاكبر عدم جاهزيه المنتخب البرازيلي لضربات الجزاء. على الرغم من وجود لعيبه كتيره جدا عند المنتخب البرازيلي، انا شايف من اهم الاسباب في خساره البرازيل في ضربات الجزاء هو ترتيب اللعيبه. لان مش من الطبيعي خالص ان انا احط رودريجو في اول شوطه، يعني لاعب صغير، ومش عارف بصراحه، مش عارف، يمكن يكون هو كان عنده رؤيه تانية. انا شايف ان هو ما كانش تحط عليه الامال دي كلها قصاد حارس كبير ليفاكوفيتش قدر ان هو يصعد بالمنتخب الكرواتي في الماتش اللي قبل كده قصاد اليابان تقريبا.
فبالتالي حضرتك المفروض بتواجه حارس قوي جدا، وخصوصا ان انت المفروض الاول، انا كان في خيالي الاول لابد ان يكون نيمار، لابد. انت في كاس العالم مش محتاج ان نيمار ياخد اللقطه، والاخيره خليها ماركينيوس اللي هي ضاعت بالمناسبه. تمتلك بصراحه لعيبه في الملعب كانت تقدر تساعدك، ودي المشكله اللي كانت واجهت المنتخب البرازيلي، هو عدم جاهزيه لضربات الترجيح، وكمان جاهزيه المنتخب الكرواتي. فالمنتخب الكرواتي ده بيلعب عليه من كاس العالم 2018، وهو بيلعب على الضربات الجزاء، وازاي يقدر ياخد المنافس للمنطقه ديت، ويقدر هو من ساعتها يكسب المباراه. على فكره في 2018 كان حارس تاني غير ليفاكوفيتش، بس مش فاهم يعني هم غالبا مركزين قوي على الحته دي. ورغم ان انا شفت في كاس العالم ده اعمار سنيه كبيره ومنتخبات كتيره جدا لها تاثير، او اللعيبه اللي هي اصحاب السن الكبير اللي هي اخر كاس عالم ليها، الى ان انا ما كنتش متوقع بصراحه ان انا اشوف مفاجآت كتيره قوي في النسخه دي. فالنسخه دي طلع يعني مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي قال لك ان النسخه دي هتكون نسخه للنسيان، وان احنا مش هنفتكرها خالص. ولكن انا شايف ان دي نسخه لابد ان كل العالم يذكرها، وهتفضل اثر كبير جدا لكاس العالم لاسباب كتيره جدا. اول سبب لان هي اول مره في بلد عربيه. السبب الثاني لانها اخر كاس عالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وعدد كبير من اللعيبه المخضرمين في منتخبات العالم. ثالث حاجه وهي ان اول هزيمه للمنتخب الارجنتيني في دور المجموعات على يد منتخب عربي. كمان المنتخب الفرنسي خسر على يد منتخب عربي. خروج اسبانيا وعلى يد منتخب عربي. وهذه ليست بالامور السهله على الاطلاق. فالمنتخب الاسباني ما كانش من المتوقع ابدا ان هيخرج بدري كده. على الاقل قلنا ان هو يعني هينتظر اللي هيخرج ما بين البرتغال وسويسرا ويقابل اللي هيخرج منهم، وبعد كده ممكن يخرج من فرنسا او انجلترا. لكن كانت مفاجاه برضه، نفس الكلام وصدمه لن يتوقعها احد. واكثر المتفائلين المنتخب الكرواتي ما كانش عنده اي امل ابدا ان المنتخب الكرواتي ده ممكن ان هو يعمل شيء قصاد المنتخب البرازيلي، خصوصا وان البرازيل اجتمع فيها شيء ما كانش موجود عندها من ايام بيليه، وهو الروح والدفاع الصلب. الحاجتين دول كانوا من اهم الاشياء او العوامل الرئيسيه اللي طمنت ناس كتير قوي وهي بتتفرج على مباراه او بتتفرج على مشوار البرازيل، الا ان هي تقدر تعمل حاجه. بعيدا عن الماتش بتاع الكاميرون اللي هو خسروه ده، وكانوا كان كده تحصيل حاصل، ما كانوش بيلعبوا بكل قوتهم. بس كل اللي انا اقدر اقوله ان ده مستحيل يكون كاس عالم للنسيان، وان ده ممكن نشاهد فيه حاجه انا شايف انها وارده وبقوه جدا. يعني انت شفت دلوقتي المنتخب البرازيلي خرج، فمن الوارد جدا وعادي جدا ان المنتخب الارجنتيني يقدر يكسب المنتخب الهولندي ويصعد ويقابل المنتخب الكرواتي. وساعتها المنتخب الكرواتي المفروض يعني علميا ده بيقول كده ان هو خارج من ماتشين تقال جدا وفي حمل بدني كبير جدا، والمفروض الاعمار السنيه مرتفعه وممكن تنزل معاه. فالطبيعي ان ممكن نقول ان الارجنتين توصل للنهائي ده بعد ما تعدي من العقبه الصعبه جدا بالمناسبه اللي هي المنتخب الهولندي، لان هي اصلا بقاله 19 مباراه تقريبا ما بيخسرش. فهل هيخسر على يد الارجنتين؟ ده اللي هنشوفه. اما بقى الناحيه الثانيه فانت هتشوف ملحمه كرويه ونهائي مبكر جدا، واثنين هيهدوا بعض وهيدوا روشته لاي حد عايز يلعبهم، وهو المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي. سيمي فاينل او فاينل مبكر جدا جدا. اما بقى الناحيه الثانيه فالمنتخب البرتغالي والمنتخب المغربي، فده برضو يعني انا شايف ان المغرب لو محتاجه انها تصعد ما كانتش هتقابل المنتخب اسهل من المنتخب البرتغالي. وانا شايف برضو المنتخب البرتغالي لو محتاج يصعد ما كانش هيقابل المنتخب اسهل من المنتخب المغربي. مباراه انا شايف انها متوازنه على الرغم من وجود كريستيانو، الا ان برضو المنتخب المغربي منتخب ما ينفعش تستهان بيه.
كان معاكم احمد نصر، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه. الى اللقاء.